السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ مروة، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جيت لكم أكلة من أكلات العيد. أكلة النهاردة ملهاش مثيل. هنعمل الممبار المصري بتكات وأسران مروة، وهنعمل الخلطة الجبارة، وكل اللي ياكله من إيدك يشهد لك يا ست البنات إنك أستاذة في الممبار. والممبار ليه كذا طريقة وهنعمله بكل الطرق، بس هجربي الطريقة دي، ولو عجبتك الطريقة دي ما تنسانيش في اللايكات والاشتراك في القناة، ووصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، ونسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول مقاديرنا، وبعديها نقول الطريقة الجميلة بتاع الممبار بتاعنا ده. يلا يا حبايبي نقول طريقتنا. هنعمل كمية كبيرة كده من البصل، وعندي هنا فلفل حراق اللي بيحبه عايزة تستغني عنه خلاص، وهنا التوابل بتاعتنا اللي هتدي للخلطة الجميلة طعم وريحة تجنن. كزبرة، فلفل اسمر، ودي بهارات لحمة، ودي شطة. وهنا عندي الممبار انا قلباه وغسلاه وشوف مشطفاه، عايزه بالملح والليمون والخل كل الطرق، بس اهم حاجه ان انت تجيبي الممبار البلدي هتلقى فيه نسبه دهون كده. حوشي نسبه الدهون وخلي نسبه الدهون تبقى جميله، اصلا بتدي طعم حلو للممبار. اول ما هنبدا طريقتنا، عندي هنا حبه من الزيت على سمنه، وهحط فيها البصل. هنشوح البصل في قلب السمنه، ويا ريت برضو في زيت لان الزيت ده بيخلي الرز مفلفل وجميل. واحط حبه من الملح. الملح ده بيساعدني ان البصله تدبل بسرعه. اول ما هتديني اللون الاصفر الجميل هنزل عليه بالطماطم. خلاص عطتني اللون ده تمام كده، هنزل عليه بالطماطم المحصوره، شايفين؟ وبعد ما قلبت البصله مع الطماطم هسيبها تتسبك. وبعد ما استبكت كده هنزل بقى بالفلفل بتاعنا عليها، وهنظبط الملح، ونحط التوابل بتاعتنا اللي هتديها روحة وطعم الجنة. وهقلب كله ده مع بعضه، وظبط الملح حسب الكمية اللي انتي عاملاها. هنقلب كله ده مع بعضه. وبعد ما اتسبكت هجيب صينية هنزل فيها في الخضرة انا منقياها ومخرطاها، كزبرة، شبت، بقدونس. وبعديها هنزل بالرز انا نقيته وغسلته ومصفياه. الخضره مصفيه من الميه، والرز زي ما انتوا شايفينه كده مصفي من الميه، عشان ما يعمليش سوائل ميه وانا بحشي الممبار. وهنزل عليه بالخلطه الجميله دي. انا بحب اسبك التسبيل للممبار الصلصه بتاعتها، عشان ما تديني ميه كتيره كده وانا بحشي الممبار. شايفين كده؟ بسم الله ما شاء الله. الخلطة لوحدها بس تتاكل كده لوحدها. شايفين لون؟ وما اقولكمش على الطعم عامل ازاي بقى. وبعد ما قلبنا الخلطة وجهزنا خلطتنا الجميلة بتاع الممبار، هنزل هاخد كمية قليلة. اول ما تخلص الكمية احط كمية كمان، بحيث ان انا لو فاض معايا خلطة من دي ما تتبهدلش في الممبار، احافظ عليها لاي حاجة تاني، اشيلها في التلاجة واحطها. ممكن عندي ورق عنب، اي حاجة. الخلطة دي جميلة برضو. وجبت ازازة هنا، اي ازازة مية، كوكاكولا، اي حاجة، وجيت قصيتها بالسكينة. دي طريقة سهلة للمبتدئين. وهنزل احط الممبار في قلب الازازة كده، وهيتحشي معاكي بسرعة. ايوه كده. وهنزلي بقى بالخلطة بتاعتك، شايفين؟ خليكم معايا خطوة بخطوة، هيطلع معاكم احلى واجمل ممبار. وكل ما تعملي الخلطة نيجي فاردين الخلطة دي في قلب الممبار، عشان ما كترش الخلطة ويفرقع مننا ولما احطه في المية. شايفين الخلطة لونها احمر ازاي في الممبار؟ وهسيب فراغ من الاول وفراغ من الاخر، بحيث ان انا احطه اول ما احطه في المية يجي قافل على الرز، على كمية الرز اللي انا حطاها. وهعمل معاكم كمان، وننزل بالخلطة بتاعتنا دي، خلطة زي العسل.
وافردي احشي، هينزل معاكي بسهولة جدا. شايفين اول ما تنزلي الخلطة بتاعتنا دي افردي في الممبار، افردي. ايوه. وهسيب برضو، شايفه انا سايبه فراغ في الاخر وفي الاول. وحبايبي كيلو الممبار ليه كيلو رز، 2 كيلو ممبار ليه 2 كيلو رز، بعيد عن الخلطة وبعيد عن الخضرة، الرز لوحده. يبقى احنا اتفقنا كيلو الممبار ليه كيلو ايه رز. هتبقى الكمية دي مظبوطة جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله طالع معانا جميل جدا. ولسه كمان الخلطة دي تحفة، هتخلي لك الممبار جميل جدا. اعمليها بالطريقة دي، وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل واحلى ناس في الدنيا. وبعديها جبت المية، حطيت فيها طماطم وبصل. اول ما حطيته في المية شوفوا قفل ازاي على الرز، وهسيبه بقى لما يستوي. خلاص كده اعرف استوى ازاي، انا ماليش دعوة بالجلد. انا اطلع الواحدة واطلع من قلبها الرز اشوف استوى ولا لا. الرز بيقعد تلت ساعة، انا ماليش دعوة بالجلد. يبقى ايه، الرز هيقعد يستوي تلت ساعة. بعد ما استوى جبت طاسة وحطيت فيها زيت، وهحمر الممبار بتاعنا. واي ممبار لو في واحدة فرقعت منك، حاولي ما انتي ما تحطيه نضفيها من الرز عشان ما يضايقكيش في الايه آلية الممبار. شايفين الممبار عامل ازاي؟ ولما تيجي تسلقوا الممبار ما تحطوليش ملح، عشان الملح ده هيفرقع معاك الممبار. وهنقلب كده لحد ما يدينا اللون الذهبي. الله 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 على الممبار وحلاوة الممبار. كده انا طلعت اللون الذهبي ده لإيه؟ لان هيديني بعد ما اقليه هيديني درجة اغمق من كده. يبقى احنا نطلعه اللون الذهبي ده، ما نغمقوش زيادة عن كده عشان يفضل معانا ذهبي ولونه جميل. واخلص الكمية بتاعتنا. حاولي لو في رز على الممبار عينيه قبل ما تحطيه في الزيت. شايفين بسم الله ما شاء الله، ولا فرقع مني ولا اي حاجة. طريقتنا سهلة وبسيطة وجميلة جدا لطريقة عمل الممبار. طلعيه. الله الله الله، احلى ممبار هتعمليه. بعد ما طلعناه كده بسم الله ما شاء الله، ايه رأيكم فيه؟ اللون الذهبي والخلطة تجنن. اعمليه بالطريقة دي هيطلع معاكي ناجح، وقدميه على سفرتك في اجمل واحلى ممبار هتعمليه. وكل سنة وانتم طيبين، واسيبكم في رعاية الله وامنه. وما تنسانيش في اللايكات والاشتراك في القناة. اسيبكم في رعاية الله وامنه.